ايه الحكايه يا هندسه؟ النهارده احنا عندنا عربيه نيو تيجو. تمام. العربيه دي جات لنا، الراجل العميل بيشتكي ان العربيه بتسيل زيت على الفرن من ورا. تمام. فاكتشفنا ان الزيت جاي من جوه غطا التكات. هو شاف الزيت دوت؟ شاف الزيت اللي نازل على الفرن من ورا، فجه طبعا بيشتكي لنا، فاكتشفنا ان العربيه عايز تغير جوه غطا التكات بسبب اللي فيه تسييل زيت من على غطا التكات. بعد بقى الفك كانت المفاجاه اللي دي كميه شحومات طبعا مهوله على وش السلندر وعلى طقم الكتينه بالكامل وعلى الكامات وكراسيها. يعني زيت مجلد لدرجه اللي هو بقى عامل زي الشحم. وده طبعا مصيبه. تمام. كده مبدئيا حركه الكامات كلها ما بتمشيش بحركه منضبطه. تمام بسبب طبعا ان التزييت غير منتظم. حلو. فبالتالي ده ممكن يعمل كسر في الكامه، ممكن يبوظ بلف الكتينه، وبالتالي العربيه تجيب صبابات. وطبعا دي مصيبه وغاليه وبقت مكلفه قوي اساسا بسبب حاجات بسيطه. العربيه هتعمر كده. احتمال تعمر. تمام. احتمال لو الشحوم دي دخلت جوه مصفه الزيت وسدتها، الزيت بالتالي مش هيروح للكرنك، بس بيكا هتلدع في الكرنك والعربيه ممكن تقفش من العميل وتخش في عمره موتور كامله. ايه بقى سبب ان الزيت طلع بالشكل ده؟ مضروب؟ طيب احنا دلوقتي طبعا في حاجه في السوق منتشره، اللي الزيوت ال 10000 بقى الجيركن 10000 وجواه زيت معدني. الزيوت اللي هي المواصفه بتاعتها اللي هي الزيوت التخليقيه بيحطوا جواها زيت معدني بالكامل. زيت معدني. طيب الزيت المعدني يكسب المفروض يمشي كام؟ يمشي مثلا من 3000 ل 5000 كيلو. تمام. طبعا العميل حاطه ومطمن اللي هو زيت 10000 كيلو، يبدا يمشي عليه. لو غير مرتين زيت بالمنظر ده يحصل عنده المنظر ده. تمام. فرق بقى التكلفه هيبقى شاسع بسبب غيار زيت مش كويس او غيار زيت مش كويسين. فاحنا بننصح العملاء ان هم يغيروا الزيت من مكان مضمون يبقوا مطمن له. وعلى فكره دلوقتي كمان مع العميل العادي انا بنزل فيديوهات وبشرح فيها يعرف ازاي شكل الزيت وهو نازل جوه الموتور، ان كان ده زيت معدني او تخليقي. نبقى نعمل لها فيديو ونشرحها بالظبط كده. شكرا يا هندسه. ربنا يستر على الناس جميعا يا رب. شكرا يا استاذ احمد، نورتنا.